السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم قناتكم سفرة آية. وصفتنا لليوم طريقة طبخ البامية الديرية. طبخ البامية خطوة بخطوة، البامية الطازجة أو التازة. خليكم معنا لنهاية الفيديو نستعرض المكونات ونشوف الطريقة مع بعض. ونبدأ طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عندي 2 كيلو من البامية، راح أغسلها بشكل جيد وأضعها بمصفاة حتى تنشف من الماء تماما. وعندي 5 كيلو من الطماطم أو البندورة، تكون طازجة وحمرة ومستوية. ونحتاج إلى الفليفلة الخضراء والثوم واللحم، ويفضل أن يكون بعظمه ودهين. بعد ما تنشف البامية من المي راح قمعها من الجهتين بهذا الشكل، ونحاول أثناء التقميع ما نطالع ثقوبها حتى ما تتسرب منها المادة اللزجة وتغير طعم البامية والمرقة. أما البندورة قطعها بهذا الشكل وأضيف لها ملعقة من الملح، وممكن نحطها على الشمس حتى يسهل علينا عصر البندورة، وممكن تساويها بالخلاط. وهي عندي البندورة والبامية مقمعة والثوم مقشر. ونبدأ بعصر البندورة ونصفيها بالمصفاة. وهي عندي عصير البندورة جاهز. نرفع طنجرة على النار، تكون النار متوسطة وتكون الطنجرة كبيرة وعميقة. بدي أضيف قليل من الزيت وقليل من السمنة لأن عندي اللحمة دهينة. مجرد ما تسخن عندنا السمن والزيت نضيف اللحمة تكون مغسولة وناشفة من المي تماما. أشوح اللحمة مع الزيت مدة 5 دقائق تقريبا حتى تاخذ عندي اللون الأشقر. نشوحها على نار قوية في البداية حتى تمتص السوائل الموجودة داخل اللحمة. نضيف ملعقتين صغيرة من السكر على اللحمة، ونضيف حبات الثوم. إضافة السكر إلى اللحمة تستوي معانا اللحمة بسرعة وتحافظ على لونها. أما إضافة الثوم يعطيها ريحة شهية وطعم لذيذ كثير. مجرد ما تشقر عندي اللحمة أغمرها بالماء الدافئ. نتركها على النار حتى تستوي تماما، تغلي اللحمة ونلاحظ عليها الزفرة على سطح الطنجرة. نزيلها بالملعقة ونترك الطنجرة على نار حتى تستوي تماما. وهاي عندي اللحمة استوت، ننزل عليها عصير الطماطم. نترك الطنجرة على نار قوية حتى تغلي تقريبا ربع ساعة. راح أضيف البامية مع حبات الثوم. نترك الطنجرة على نار قوية حتى تستوي البامية تماما. راح أضيف حبتين من الفليفلة الخضراء بعد ما أشرحها. إضافة الفليفلة لطنجرة البامية تعطيها ريحة كثير شهية ونكهة طيبة كثير. ويفضل أن تكون الفليفلة ما تكون حادة لأن أكيد في أطفال، حتى ما تكون عندنا المرقة حادة كثير. نترك طنجرة البامية على نار قوية حتى تستوي البامية تماما. وهاي رجعنا لكم بعد ساعة تقريبا. ريحة البامية شهية كثير. تركناها على نار قوية، وهاي عندي البامية استوت. راح نلاحظ من داخل البامية ونتأكد انه استوت تماما. عندي البامية مستوية، راح خفف النار كثير. وفي هاي المرحلة بدي أضيف ملعقة كبيرة من الملح، ونضيف كمان
ملعقة وسط من الثوم المهروس، وملعقة وسط من ملح الليمون. ونضيف ملعقة صغيرة من السكر. إضافة السكر للبامية بهاي المرحلة راح تسحب وتطغى على طعم الحموضة، راح تعطينا طعم مميز ونكهة كثير لذيذة. أما إضافة الثوم اختياري، الثوم يعطي ريحة شهية للبامية وطعم لذيذ للمرقة. راح نغطي الطنجرة ونتركها تقريبا 5 دقائق. بهاي المرحلة نلاحظ إذا البامية بدها ملح كمان نضيف لها. ونلاحظ كمان إذا مرقة البامية تكون سميكة ممكن نضيف لها قليل من الماء، وإذا تكون البامية مرقتها خفيفة ممكن نضيف لها ملعقة أو 2 من معجون الطماطم. نترك البامية 5 دقائق على النار خفيفة، ونشوفكم إن شاء الله في مرحلة التقديم. بهذا الوقت راح نحكي شوي عن خطوات مهمة بطبخ البامية. البامية ممكن تستخدمي الزيت أو تستخدمي السمنة حسب الرغبة، وممكن كمان تستخدمي كمية الثوم حسب الرغبة. في ناس كثير يحبوا الثوم وفي ناس ما يحبوه. أما الشيء المهم بهاي الوصفة عدم إضافة أي بهارات أو أي نكهات ثانية. البامية ما ينضاف لها إلا الملح وملح الليمون والسكر والثوم. البامية ما ينضاف لها أبدا بصل. الفليفلة الخضراء تكون باردة ما تكون حادة. وهلأ بدي أبدأ بسكب البامية بطبق التقديم. ممكن نقدم جنب البامية الرز، وممكن نقدمها بطريقة ثانية على طريقة أهلنا بدير الزور وإخواننا في العراق، يقدمون البامية بالمنسف، منسف ثرود البامية الديرية. المنسف نضع فيه الخبز، خبز يكون خبز تنور أو خبز الصاج، ونغمر الخبز بمرقة البامية حتى يتشرب تماما، ونضيف حبات البامية واللحم. وصفة كثير مميزة وطعمها لذيذ وطريقة كثير لذيذة، بتمنى تجربوها. وكثير سألوني إنه يصير البامية على اللحمة ناعمة. يصير تنطبخ البامية على اللحمة ناعمة. اللحمة تتقلى مع الثوم، ونضيف لها مباشرة عصير الطماطم أو معجون الطماطم. هاي إذا تكون اللحمة ناعمة، ولكن يفضل إنه تكون اللحمة لحمة ضان خروف ويكون بعظمه وتكون دهينة. وفي ملاحظة مهمة كثير، ما تضيفوا الملح للحمة من البداية حتى ما تشد معاكم تتأخر بالاستواء. وهاي وصفتنا خلصت لليوم. بتمنى تعجبكم، بتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم الطريقة، ويعطيكم ألف عافية. تحياتي لكم، وأشكركم كثير على المشاهدة والمتابعة. بتمنى ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا تشاهدون لأول مرة، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.